رجل أعمال سعودي خسر ثروته والتي تقدر ب300 مليون ريال وصار على حديدة، يعني مطفر بسبب كيكة. والله قصة مؤلمة فيها من العظة والعبرة. يقول بطل قصتنا المنشد الغالي محسن عوض، يقول حدا مرات بروح المدينة جدة أنا ورفيجي، وحنا كنا الساعة 12 الظهر والدنيا موت حر. يقول طلعنا من عنيزة ومسكنا الخط السريع القصيم المدينة المنورة. الوكاد يقول يوم وصلنا حول الحناكية حنا الساعة 2 الظهر إلا أشوف سيارة قدامي تمشي على أطراف الخط على الأكتاف، والشخص هذا سيارته مبنشر ويمشي على الجنط. طبعا أنا تعديت يوم شفته كذا اللي معه عائلة، قلت رفيجي بالله وقف له خلينا نساعده. قال يا أبو عوض وين وقف، الدنيا موت وحرب، بعدين سيارته مثل سيارتنا يمكن السبير ما يركب على سيارته. قلت ولد عائلة حرام يا ولد. قال خلاص الوكاد نجينا ندور ما كان في مخرج عشان نرجع ثاني مرة، فانجبرنا أن نرجع يمين عكس ونمشي على الطريق الترابي، وفعلا لما وصلناهم وصار موترنا على قدام موتره وجه بوجه. يوم وقفنا السيارة قدام سيارته، نزل الشخص هذا وكان خايف، وفعلا ما نلومه لأن احنا اثنين شباب وهو معه عائلة. فقلنا بساعدك يا عم على السيارة عشان بنشر. قال لي والله اني ما اعرف انا صراحة بنشر السيارة. قلنا ابد ريح بس خليك بالسيارة عندها هلك وحنا ضبط الموتر. محسن يقول السيارة اللي شفناها قدامنا صالون اسكيلت، سيارة جديدة اخر موديل من نوع كاديلاك. طبعا محسن يوم قال كاديلاك انا بطلعكم شوي عن موضوع القصة، وتذكرت عم اللي قال له محمد فدغم اللوح الوهبي قال قصيدة بكاديلاك قبل 60 سنة ايام سيارة كاديلاك تجي هنا عام 1968، وكان جميح هو الوكيل. فقال قصيدة طبعا مدحوا السيارة، هو ما ركب السيارة اصلا ولا جربه، ولكن من مدح الناس له ومواصفات الناس له انه سريع ومريحة. فقال الله يرحمه يقول يا راتب من عندنا فوق زفار، كاديلاك عليه اعلان توه جديدي، يدعس من رامكو على شافة النار، يلعب دركسونه خفيف بليدي. الله يرحم ابو شده ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات. نرجع قصتنا وقصة محسن. المهم يقول محسن جينا عند الكفر اول جنط، طبعا الكفر متقطع لكن يقول الجنط يقول جمر حار وعجزنا نمسكه. فالمشكله ما كان عندنا يعني نسينا اول شيء الجوجل عشان ندخل نعرف شلون نفك سبير السياره، ورا كان فيه اصلا السله حقت العفش. فقلت خوي خلنا نفك الكفر وبعدين يصير خير ان شاء الله. يوم فكينا الجنط والصوميل هذه يقول والله انه حار عجزنا نمسكه. يقول نفس المفتاح الكفر نحاول نشيل الصامول على واحده. فيقول يوم رجعنا السبير من طلع ولا الشغله قلنا وقت بيروح علينا، لكن ايش رايك ناخذ الجنط وندور بس اقرب محطه بها بينشر. وفعلا يقول شلنا الجنط، يقول والله شلناه حار، دورنا خشب بس عشان نشيله وركبه بسيارتنا. فقلنا صاحب السياره خلك بالسياره انتم هلك، وحنا ان شاء الله بنشر الكفر ونجيك. حنا تقريبا الساعه 2 الظهر الحين. طبعا رحنا المحطات اللي دون حناكيه، وكل بنشر يجي يقول لك لا هذا ما اعرف صراحه البنشر الكبر هذا، او ما عندي جنط لان الجنط مولي اصلا. وروح الحناكيه وناسها كذا واحد قال ما لك محل تروحون المدينه هناك، تروحون المدينه تلقون يمكن نفس الجنط هذا. وفعلا طلعنا المدينه منوره هناك يمكن تقريبا حول 180 كيلو الحناكيه، ويا الله حصلنا نفس الجنط لكن مو شد بلد طبعا لكن درجه ثانيه. وركبنا الجنط مع الكفر ب 2000 ريال. عقبه رجعنا الخوي انا متعطل راعي السياره يوم جينا ولا حنا مع المغرب اصلا، وكان عنده سياره من الطرق. يوم جينا ولا الرجال زعلان قال انت ما رحت يا ولد، انا اخذت جوالاتكم وانتم خلتوني. قلنا والله حنا وصلنا للمدينه ما لقينا جنطه الا بالمدينه هناك. فعلى طول جينا وركبنا الكفر وضبطناه وقلنا للرجال خلاص. فهو قال والله العظيم الله يجزاكم خير بيض وجهكم، والله اني صراحه من شفتكم انا كنت خايف منكم، لكن عز الله انكم كفوا بيض الله وجهكم. وتشكر من الرجال قال عطنا رقم حسابك، يعني انا هو محسن. طبعا اخذ رقم جوالاتنا قال عطنا حسابك علشان احولك المبلغ. قلت لا والله ما تحوله. ثاني شيء خويي هذا الله يجزاه خير هو اللي طبعا اشترى الجنط. فحاول بنا عييتنا اخذ رقم جوالاتنا وقال لنا يا الربع انا عندي بيت بالمدينه وبيت بجده وبيت بابها وبالرياض وكلهن تحت امركم. قلنا الله يكثر خيرك وبيض الله وجهك ما تقصر. الوكاله ركبنا السياره واتجهنا وين؟ الجده. طبعا الفتره هذه يتصل علينا هو يتطمن وين وصلتوا. وصلنا جده خذينا شقه ونمنا. من بكره الصبح خويي هذه جته حواله 20,000 ريال. قال يا محسن جتنا حوالي 20 منين يا ولد؟ قلت يمكن من رفيقنا ساعدنا وامس.
طيب ما اعطانا رقم حسابنا احنا، قلنا يمكن تطلع جوالك، رقم جوالك عن طريق شركه اتصالات، الوكاد انه تطلع الاسم يمكن طريق البنك، والله يجزاه خير. طبعا خلصنا شغلنا بجده ورجعت انا عنيزه. بعد كم يوم كان صار عندي شغله بالرياض، وقلت خلنا اتصل على خوينا ابو عبد العزيز. قالوا عبد العزيز راعي صالون السكلد هذاك اللي تعطل. اتصلت عليه ابو عبد العزيز، قال حياك الله يا هلا محسن. قلت له يسير عليه. قال بركة الساعات الله يحييك، ويرسل لي الموقع، موقع بيته. طبعا انا جيت الموقع الا ما شاء الله بيت، طبعا ماخذ تقريبا باني بيته على 4 اراضي ما شاء الله، قصر كبير واحلى استقبال، وبيض الله وجهه الاستقبال الطيب. الوكاد يقول خلصت ورجعت عنيزه، وراحت 2 سنين. بعد 2 احنا كنا برمضان، وكنت انا بعنيزه، وانا كنت بجمعيه او اللجنه حقت التراحم، اللي هو طبعا اللي يشوفون السجناء المعسورين. فكنا مجتمعين مركز ابن صالح، ومجتمعين اخويانا كلهم. قالوا يا الربع اللي يعرف رجل اعمال غادي يدعمنا، اما زكاه اما صدقه. وانا محسن وبدأت اكلم رجال الاعمال، ويفطن علي ابو عبد العزيز خويه هذاك بالرياض، قلت غادي يساعد ان شاء الله. واتصل عليه مره ومرتين 3 ما يرد علي. الاتصال بعده بشوي رد دق عليهم، قال لي هلا محسن. قلت يا هلا ابو عبد العزيز حياك الله. قلت والله احنا الخبر انا بلجنه حق التراحم اللي حقت المساجين المعسورين، واذا في مجال يا ابو عبد العزيز اما صدقه اما زكاه. قال يا محسن انت عندك زكاه؟ قلت شلون؟ قال انا اسالك انت عندك زكاه؟ يقول والله يوم قال الكلام هذا استغربت انا. فقلت له خلاص ابشر، سم ان شاء الله. يقول سكر السماعه وانا انتفض. قلت يستهبل عليه ولا يطقطق، غريب. اقول مع انه والله خبر وراعي خير، بس ليش يقول الكلام هذا؟ والله اني كل يوم اخويانا خلصوا اشغالهم، انا والله ماني معهم ولا كلمت احد، خلاص عقبك الموقف. قلت لازم اروح لابو عبد العزيز يمكن عنده موضوع. وفعلا بعد كم يوم رحت الرياض، وصلت الرياض واتصلت عليه. السلام عبد العزيز. قال يا هلا محسن حياك الله. قلت انا والله رجال بسير عليك، ابى اشوف ايش عنده. قال حياك الله برسل لك الموقع. قلت لا موقع البيت عندي. قال لا برسل لك موقع ثاني. هنا جت الصدمه الثانيه، وش الموقع الثاني؟ المرسل لي موقع، ووصلنا موقع هذا الى احياء قديمه بالرياض، خابر حيه من الاحياء الفخمه.